مصر كانت بتنتج إيه ودلوقتي بتستورد إيه؟ زمان كنا بنعتمد على نفسنا، دلوقتي بنستورد كل حاجة من بره. زمان كنا بنزرع قطن من أنظف أنواع القطن في العالم، دلوقتي بنستورد هدومنا كلها من بره. زمان مصانع المحلة كانت شغالة ليل نهار، دلوقتي يا إما قفلت يا إما اتخصصت يا إما شغالة بنص طاقتها. زمان كنا بننتج السكر في مصانعنا، دلوقتي بنستورده من الصين والهند. زمان برضو كنا بنزرع قمح يكفينا وبنصدر، دلوقتي بنستورد اكتر من 10 مليون طن في السنه. وطبعا خطه الدوله في الثلاث سنين الجايين ان احنا نقفل على نفسنا وما نحتاجش ان احنا نستورد حاجه من بره، دي حاجه كويسه وحاجه هتميزنا. زمان الفلاح كان بيزرع وبيكسب، دلوقتي مش لاقي يسدد مصاريف الزراعه. زمان برضو التعليم الفني كان بيطلع صنايعيه وعمال، دلوقتي بلح ما شاء الله. المشكله مش في الاسعار، المشكله اننا فقدنا قدرتنا على الانتاج. والحل مش هنعيش مرتاحين غير اما نزرع وننتج ونشتغل بجد. الاستيراد خلانا أضعف والإنتاج هو اللي هيرجع قوتنا.